الإذاعة الوطنية التونسية. مع الناس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في الاستماع لنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في اللقاء هذا اللي ساعه باش نقعدوها مع بعضنا. ان شاء الله تكون ساعه جميله، وان شاء الله تكون ساعه فيهم معنوياتنا مرتفعه وترتفع اكثر بنسق تدرجي بعد ما نعرفوا طبيعه الضيفه اللي استدعيناها اليوم في لقاءنا. حتى الماضي ثلاثه مع بعضنا اللي في الطريق نقولوا له سيس روحك، وان شاء الله وقت ممتع وانتي تسمع فينا. اللي في الدار ولا حتى في المكتب ما يسالش ياخذ ساعه هكا يسمعنا من غير ما نعطلوه على خدمته، على خاطر كي باش يسمعنا باش يزيد عطاء ويكثر في خدمته اليوم. يظهر لي توافقني الراي سيده سلمى كارا اللي نحب نرحب بها برشا. مرحبا بك سيده سلمى. اختصاصها هي هيبنو ثيرابيوت، هي مدربه حياه ولا نجمو نقولوا كوج دي في هكا ولا لا؟ صحيح. نعم. عسلامتكم الكل ومرحبا بكم وقبل كل شيء. وتوا بعد نحكيو في التسميه هذه علاش في بلدان اخرى اوروبيه ولا غير اوروبيه يقول لك دكتوره، ونعرف حتى ناس مختصين في المجال هذا، مجال علم الايحاء او التداوي بالايحاء. معناتها ناس توصل الساعه نتاعهم 300 يورو الساعة، معناتها مش حتى ساعة، الحصة اللي باش يعالج بها 300 يورو حتى في سويسرا معناها. لكن في تونس ما نعرفش علاش مش ما تكونش التسمية مطابقة للمجال اللي قريته هذا. تو نتعرف عليه بعد ما نتعرفوا على علم الإيحاء. لكن قبل ما نتعرف على علم الإيحاء سيدة سلمى، خليني نتعرف عليك انت. كيفاش قررت انك تقرأ العلم هذا؟ وين اتعلمته؟ ماخذ حظه في تونس مش ماخذ؟ هات نبداو. اعطينا حويجه هكا شويه معلومات مرتفعه في بدايه اللقاء. بون الكلنا نتعداو بمراحل صعيبه في حياتنا، وفي بعض الاحيان ما نلقاوش شنو هي الحلول. انا كالناس الكل تعديت مراحل صعيبه ولقيت روحي دون اون امباس. جيت نلوج على طريقه باش نبدل حياتي. لقيت روحك في مكان اللي ما عادش نجم عليها تتواصل. ما لقيتش معناتها حلول في حياتي. جافي ان بروبليم دو كومونيكاسيون، مشكل التواصل، مشكل الثقه في النفس. عديد من الانواع من المشاكل. معناها كاينو الانسان ولا يغزل تشوف في الدنيا هكا قاتمه قدامك، تقول عليه الانسان زايده انا في الحياه، تقول هكا بلاش اصحاب بلاش حتى شيء. جو مسوي روتروفي معناتها لقيت روحي هكا فجاه، ولا فما سبب ورا الحكايه؟ بالطبيعه باش نحكيو على الاسباب هذيا باش نحكيو عليهم بعد هذه كيفاش من انا قررت معناتها باش نتخذ الطريق هذايا. لقيت اللي كما يقولوا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما بقوم سي الاكستيريور، ما بانفسهم سي الانتيريور. وقت اللي احنا خدينا نفس نظرة للحياة، نظرة للحياة تبرمجنا. تبرمجنا بكل محبة، نقول بكل محبة من والدينا بخمير ليو، مصادر البرمجة، من المكتب، معناها من اقرب محيط اللي بديت حياتك فيه. احنا تولدنا صفحه بيضاء وتبرمجنا بكل محبه. نوعا ما تسربت لنا بعض السلبيات في انفسنا وفي نظرتنا للحياه. ومن بعد سي المدرسه، ومن بعد الانسان حتى برمجته لذاته على طريق البرمجه اللي تلقاها الاولانيه بالكل. نعم. يعني نجم نقول بعد كيف يخرج المجتمع سيدة سلمى، معناها شنو تلقيناه في الأول بالكل في حياتنا يكون ربما مخزون وبعد يخرج واحنا كبرنا هكا. الإنسان بالمخزون هذاك باش يخرج فلتر، يعني عبارة مرآة للحياة. كيفاش عطاوك؟ إذا كان قالوا لك الدنيا صعيبة باش تركز على الصعب في الدنيا، باش تغزر للصعب. اذا كان غزروا لك والديك في عينيك وقالوا لك انت ما تنجمش، شبيك ما تنجمش، هما بكل محبه، خاطر ديما يبوستيو فينا على طريق النقص مش على طريق الوفره. مثلا الانسان يجي ب 14 معادله يقولوا شبيك ما زدتش 18، هما قصدهم يزيدوا يقويونا. ولكن الشيء هذاك خلينا نتمرمجوا سلبيا، نفقدوا ثقه في رواحنا، اللي خلينا معناتها ننظروا لرواحنا بنظره نقص. وبشويه بشويه الانسان كي يخرج للحياه بالنظره هذيك نتاع النقص يفقد الثقه في روحه
وياخذ الاشياء معناتها il prend les choses مش à leur proportion hors de leur proportion، يكبر الحاجات بالمنظار هذاك، تصعب عليه الدنيا صعيبه، تصعب عليه كل شيء كما نقولوا احنا بالانرجي هذيك، كيما انرجي تري نيجاتيف، نقولوا بالدارجه كل حاجه تجهم عليه بالضبط، ما ينجم يعمل حتى شيء. نعم، وعندنا مثل هكا بالدارجه يقول له شبيك انت في قطره ماء تغرق، اكزاكتومون. نعم كنا هكا سو كيفاش يخرج تقع البرمجه الذاتيه على طريق الاعتقادات، تقع البرمجه الذاتيه، يزيد ياكد روحه اللي هو اني با كابابل، هو اللي يحكي مع ذاته يقول صحيح جي اون ما دي، قالوا لي انا ما نجمش، وافكتيفمون كي تروحي ما نجمش والدنيا صعيبه، ويزيد يجبد روحه ما هو سلبي وما برمج عليه. عمال كيما نقولوا مثلا هو في سباق قريب يوصل، لكن وقت اللي برمج على روحه على الخوف، على الانزواء، على كأنه ما ينجمش، على قله الثقه في النفس، يشوف فيها قاعده تبعد، الهدف نتاعو يبعد، وفي حين هو ينجم يكون قدام عينيه. هو نعم. الانسان عنده طاقه لا محدوده، انتروتر الانسان ياسر يمشي للجانب الماده، لا ما يمشيش للروحانيات، ثم ان ديزيكليبر يقع فينا، معناتها عدم توازن، على خاطر ربي بين الروحانيات وبين الفلوس، بين الحاجه الماديه الملموسه. احنا نمشيو ديما للروح، ديما نمشيو للجسد للماده، وننساو لو سوب كونسيون اللي فيه الروح العزيزه اللي فيه قوه لا محدوده. وهذا هكاك نوليو ثم يقع عدم توازن بين الروح والجسد. الانسان تلقاه كاره روحه، ما يحبش روحه، ما تعلمناش كيفاش نحب رواحنا. يقول لك انانيه تقول محلاني، فاقد الشيء لا يعطي. اذا كان انت ما تحبش روحك، ما تتعلمش تتصالح مع ذاتك، تتصالح مع روحك، تحب معناها باش نفهموا العباد، تحب روحك مش معناه انك نرجسي واناني في روحك، بينك وبين روحك. نعم، انت لادولت اللي خرجت باش تربي اجيال، باش تحب صغارك، باش تحب راجلك. اول حاجه لازم تتعلم تحب روحك. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان أنت كاره روحك ولا كاره روحك، كيفاش تنجم تحب صغارك؟ شنو هو اللي باش تسرب لهم القصايات هذوك؟ باش ترى كل شيء أنت تكون متشبع بالإكليبر والمحبة. معناها كي تبدأ أنت مالي يدك من روحك بدرجة أولى، وعندك تغذيتك الروحانية معناتها والروحية، خاطر حتى الروحية كيف تقول أنت أنا متشبع بك الحاجة، تحس روحك تولي عندك القناعة، عندك القناعة وعندك الطاقة باش تفهمك الصغير. ما تدخلوش وانت منرفزه على هذاك علاش انت قلت في بدايه اللقاء، قلت الوالدين يعلموا بمحبه، لكن شنية هالمحبه؟ كيفاش تكون هالمحبه؟ كيفاش محبه؟ ايزون معناتها ربما المحبه اللي مليئه بالخوف، تلمو خايفين عليها كالصغير هذاك، يقولوا له اعمل هكا ورد بالك هكا، وكالرهبه وكالخوف تخلي الانسان يجي قدم خطوه يلقى روحه واقف ولا مؤخر. بالضبط. بلوس والدينا هما بيدهم ils ont été programmés هما برمجوا في هذا السياق على حسب معناتها. هذه البرمجه هذه تعدت دو جينيراسيون جينيراسيون، ومش كان في تونس راهو، في تونس في البلدان الاوروبيه، والحمد لله الحمد لله توا الناس بدات تفيق، وثم معناتها اون ريفولوسيون. الناس بدات تعرف وتفهم، خاطر يلقاو اللي لي زازياتيك ولي شينوا ياسر ينجحوا فيسع ويتيحوا ويعاودوا يقوموا فاسيلمون، وكي جاوا يشوفوا علاش يلقاو اللي هذوما ناس تتعامل اون باراليل مع الروح والجسد. نعم. باهي، خليني نكمل معك سيدة سلمى. العلم هذا وين تلقيته انت؟ التداوي بالايحاء. خلينا نذكروا الساده المستمعين اذا كان فما شكون عنده سؤال يحب يسالنا، مرحبا. 71 844 404. اما زوك تفهموا الموضوع باش تعرفوا علاش باش باش تسمع، خاطر قبل ما ندخلوا ساعات تلقى المستمعين نحب نشارك، نحب نشارك. سي اون ايكول ديبنوز كنديان. بون اول ما بديت مع لي كوتش نتاعي بطبيعه الحال، مدام اللي نشكرهم على فكره، مدام نادره ودليل عرين، عاونيني برشا وخلوني نكتشف رسالتي في الحياه. نعم. دايوغ انا كنت معناتها في دومين اخر، وجي ريبري مي ايتود ان اج معناتها افونسي، مي ني جامي ترو تار بور بيان فير. الانسان دليل نحب نحييها من خلالك، لانه كذلك تعاملت معنا برشا وافادت برشا الناس. الحقيقه بنتها نادره كذلك افادت برشا ناس بالحق. والانسان راهو حتى ولو في عمر متقدم ينجم يبدل حياته، ينجم العمر ما عنده حتى علاقه باكتشاف الرساله نتاعنا. شنو هو اللي يخلينا نكتشفوا الرساله؟ لانه العمق وداخلنا ما عندوش عمر، تقول انت. اي
الروح ما عندهاش عمر. اي الروح ما عندهاش عمر. البدن يكبر ما يروح تبقى ديما معناتها تتجدد بتجدد المعلومات، بتجدد بتبديل الاعتقادات، والانسان ديما مادام حي، مادام ديما ثم الامل وينجم. وانا جو سوي ديما يسعى. grand exemple خاطر توا جي 49 ans. Ça fait 4 ans que j'ai changé ma carrière. بدلت حياتي dans le sens معناتها كومبليتمون العكس. وليت هوني نعاون في الناس ونقف معاهم بكل روح وبكل محبة، على خاطر قيتوا اللي هي طريقة ناجعة وخارقة للعادة باش الإنسان يبدل حياته ويجدد الأمل في الحياة. نعم. به قعدت 3 سنين. قداش قريت؟ 3 سنين، عامين، عام؟ قداش في كندا؟ لا مش في كندا، سي اون ايكول. نعم. به بون تعليمها كندي. به قعدت قداش من عام؟ 3 ans. 3 سنين. في بالي تبرمج 3 سنين. يظل يتأثر علي بالبرمجة. برمج 3 سنين، قلت 3 سنين. بون بي شنو هي الحالات اللي تعالجها؟ نحب نعرف الساعة شنو هو العلاج بالإيحاء. بالإيحاء. بي العلاج بالإيحاء هو الهيبنوثيرابي، وهذه الكلمة مستخرجة من إيبنوس. هي كلمة يونانية وتعني حالة النوم. نعم. ولكن معناها عنده تاريخ. عنده ماهوش علم حديث. لا ماهوش علم حديث. قديم برشا. كما علم الطاقة لقوه عند الفراعنة كذلك. بالضبط. نعم. بالضبط. أي. كلمة إبنوس هذه تعني حالة النوم، ولكن en fait هي ماهيش حالة نوم، هي حالة بين نوم ويقظة. حالة نوم تقصد بها داخلية ولا ظاهرية؟ معناتها داخلية وظاهرية. بيسكو إنسان كي باش يرقد معناتها من داخل ومن برا. معناتها باش يظهر راقد وباش يرقد. باهي. معنا نوم في الليل ذاك بتفهمين فيه. اما حالة النوم هذه وقتاش نجم حالة تجي؟ بين النوم واليقظة. معناتها سي ان ايتا دو ريلاكساسيون، حالة استرخاء. كيما نقول واحد يتفرج في التلفزة هزو نوم، واحد فما حالات تبدا يتعشى كي يهزو النوم. احنا كي نتفرجوا على التلفزة ندخلوا في حالة l'hypnose هذه. on rentre, c'est ce qu'on appelle dans une transe hypnotique. في حالة وتقع برمجتنا على طريق التلفزة زاده كذلك. كيفاش؟ طبعا نعرفوها. ما خليني حالة النوم، خليني حالة. أنا قلت مصادر البرمجة هما الوالدين من الأول، المدرسة، لي ميديا بما فيهم التلفزة ووسائل الإعلام الكل، البوبليسيتي انتر اوتر. أنت كي تتعدى قد ديفون ان بانو بوبليسيتير كل يوم العقل اللاواعي يتبرمج بالإعادة. وما يفرقش بين الحقيقه والخيال. اي حاجه تقولها له تجد عليه تقول لي ناخذ هذيك ركبت في مخي تعمل هكا ركبت. كي تعاود تقول معناتها تعاود تقول حتى ولو ما تامنش اللي انت قويه. كي تقول انت في الصباح والعشيه بوندون 21 جور انا قويه تولي اوتوماتيكمون تتقوى، خاطر اللاواعي يتبرمج بالايحاء. انت توحي روحك اللي انت قويه. شنو هو الايحاء؟ توحي روحك رغم اللي انت معناتها تلقى روحك ماكش مقتنعه اللي انت قويه، لكن دخل الفكره لبالك. دخلها لبالك لا بروف اللي العقل اللاواعي ما يفرقش بين الحقيقه والخيال. وقت اللي نتفرجوا على فيلم احنا يضحك نوليو نضحكوا، وقت اللي نتفرجوا على فيلم يبكي نقولوا راهو سو دي كاميرا. نعرف اليوم دي كاميرا ونقول مانيش باش نبكي، ولا الشخص يقول ورغم ذلك تلقاه يبكي. نعم. فهمتني؟ انسان كي غمض عينيه ويتخيل روحه ياكل في حاجه وسوبيتمون يتخيل مثلا انسان يحكي له حكايه يقول له انت تاكل في حاجه بنينه، سوبيتمون كي تفك الحاجه البنينه حاجه خايبه تلقاه وجهه يتكشبر وبورتون يعرف اللي يحكي مش بالحق. هو اللاواعي اللي يعطي الهرمونات نتاع السعاده ولا الهرمونات نتاع الالم ولا معناها مدى تاثير الاشياء الخارجيه بالضبط على البرمجه الداخليه نتاع اللاواعي. باهي احنا يلزمنا من هنا لما 3 نقويوها البرمجه هذه بقدره ربي. نعمل مجهودنا باش معناتها علم الايحاء عرفنا اللي هو تاريخ، معناها عنده تاريخ قديم. كلمه يونانيه هكا ولا لا؟ اي كلمه يونانيه ايبنوس.
ورغم هذاك ماهيش راهي ليبنوز ماهيش كيما عرفناها، سي با ليبنوز دو سبيكتاكل، ماهيش ليبنوز اللي شفناها تقول ارقد معناتها واحد يرقد ويغطس. الانسان يلبو سو كونترولي، ينجم انسان سوز هيبنوز ينجم عبد كي الهيبنوثيرابيوت كي يقول له حاجه مثلا ما تعجبوش ينجم يفيق. ما هيش حالة معناتها يغطس في حالة نتاع كيما نقولوا احنا تنويم مغناطيسي. سي با ليبنوز دو سبيكتاكل. ليبنوز سي ان ايتا دو كونسيونس نون اوردينير اونتر في سومين بين نوم ويقظة، يخلي الفلتر اللي هو العقل الواعي يسمي اون انستانس، خاطر عنده الفلتر هذايا العقل الواعي اللي فيه لوجيك امبوسيبل وما تنجمش وانت ما ستريسي وانت ماكش قادر، كل النقاط السلبية اللي هو معناتها برمج à travers le conscient. Le subconscient a été programmé. معناتها المعلومات تتعدى على العقل الواعي وتمشي للعقل اللاواعي. وقت اللي احنا نحاولوا سامحني نحاولوا باش نبرمجوا رواحنا بالعكس، ثم لو فلتر اللي هو اللي نشوفوا به، الفلتر اللي نشوفوا به اللي تعلمنا به اللي احنا ما نجموش وامبوسيبل ولوجيكمون يعمل ريزيستانس، يقول لك لا مش صحيح. في الحاله هذه وقت اللي العقل الواعي باش كمل نوصل لك المعلومه، في الحاله هذه كي يبدا العقل الواعي اون انستانس، عرفتك اللي تخليه تنوم شويه، تخليه معناتها اون انستانس، يظهر العقل اللاواعي اللي نجموا نقوم عليه بحاله الايحاء. tu es capable, tu es fort. في النقطه هذه بالذات انا سيده سلمى باش نسالك، معناها اللي تربينا به الكل في العقل الواعي هكا ولا تعدى من العقل الواعي، تعدى من العقل الواعي وتبرمج في العقل اللاواعي، وتعدى يعني هكا نجم نعملوها تصويره احنا تبرمج في العقل الواعي وتعدى اللاواعي هكا ولا لا. توا احنا في مرحله المصفات هذيا اللي باش نصفيو بها الافكار اللي توصلنا واللي قاعدين ناخذوا فيها. انا عندي في الواعي معناها تعدى من الواعي خزنته في اللاوعي نتاعي اللي انا ما نجمش سي كوم ان اورديناتور. العقل اللاواعي سي كوم ان اورديناتور. كيفاش انا باش نعاود توا نسلط عليه الاشياء الايجابيه عن طريق نفس الشيء يدخل في الواعي ويتعدى يتصفى في اللاواعي، باش يقع صراع بين الافكار في اللاواعي. اللاواعي باش يعيش معناها صراع يظهر لي بطبيعه الحال. بطبيعه الحال كيفاش نجموا نقويو الصراع باش يمشي للايجابي وينحي ويفسخ الحاجات اللي تعود بها وتربى بها لنا سنوات كبيره. صحيح. ثم زوج طرق. ثم الانسان في حد ذاته ينجم يعيد البرمجه نتاعو. إعادة البرمجة تقع في 21 يوم ساعة. يلزم يكتب الاعتقادات اللي عنده، الأفكار معناها الأفكار اللي عنده كل مرة تجي إيمانه بالأشياء، إيمانه بالأشياء. الدنيا صعيبة، الرجال صعب، النساء صعب، ما يجي شيء بالسهل. أنا تعبت، جيبي فارغة، أنا ما نجمش، الناس ما تحبنيش، أنا سمين، أنا ولا أنا سمينة ولا أنا ضعيفة ياسر ولا الفلوس ما تجيش بالسهل واللي يشقى ما يلقى والحاجات هذوما. أقرأ وفي الآخر ما تعمل حتى شيء، وحتى كان عندك شهادة يذنوبي كان تلقى خدمة. فهمتني؟ هذه الكل أي حاجة يكتب الاعتقادات متاعو الكل باش يخرج شنو اللي عنده في مخزون اللاواعي متاعو. يقلبها بالعكس. انت باش تولي ما عادش مركز على اللي ما تحبش، باش تولي تركز على اللي تحب الحاجه اللي تحبها. العقل اللاواعي يتبرمج في 21 يوم 21 جور. واغلب الاوقات اللي يتبرمج فيها هي الصباح بكري اللي احنا مازلنا بين النوم ويقظه، وفي الليل قبل ما نرقدوا. واللي يقوم ما خرج نعملوا مثال الجواح الليلي مش مشكله. هذو من الحالات. وهو العقل اللاواعي يقعد هو يخدم 48 اور 24 sur 24. العقل اللاواعي يجبد. ومنين يجبد ما يرقدش منين يجبد من لي فيو شيما، الاعتقادات والتربيه اللي تربيناها القديم بالطبيعه. من المخزون القديم نتاعو. فوالا ديما الحديث مع الذات. كيفاش تعرف انت مخزون اللاواعي نتاعك؟ بحديثك مع ذاتك. اذا كانك انت تحكي روحك افكار سلبيه لازمك تعرف اللي انت هذاك اش عندك. منين باش تجبد؟ انت باش تجبد من الفلتر نتاعك، باش تجبد من مخزون اللاواعي، مش باش تجبد من حاجه اخرى. سو كيفاه شنو اللي تعمل؟ اول حاجه تكتبها الافكار، تبدلها، تطبق سكون ابل لا بلين كونسيونس نهار كامل. تركز على الحاجه اللي تعمل فيها، ما تخليش اللاواعي نتاعك يمشي لاي بلاصه.
كي يمشي لبلاصة أنت أعطيه برنامج يمشي عليه. شنو هو البرنامج اللي باش يمشي عليه؟ هو البرنامج اللي خططته أنت روحك. محلاها الدنيا، محلاني الحياة باهية، باش تركز أنت على شنو هو اللي تحب، باش تجبد من الحياة شنو هو اللي حاجتك. هي الحياة موجودة وفيها الباهي وفيها الخايب وفيها الصعيب وفيها السهل، ولكن الإنسان علاش يركز يجبد. أين التركيز أين المصير؟ اي نعم. علاش ناس يعيشوا لاباس عليهم وناس يعيشوا هو ربي خلق الناس طبقات صحيح، ولكن ربي قال ورزقكم في السماء وما توعدون وعزتي وجلالي إنه لحق مثل ما تنطقون. أنت كي تقول الدنيا صعيبة tu vas le concrétiser باش تجبد من الكون الصعب، باش تخلي روحك أنت الانرجي نتاعك تطيح، باش تخلي أنت تعمل ان بلوكاج في العقل الواعي، باش يعمل لك بلوكاج باللوجيك هذه اللي حبست فيها روحك، بلوكاج باش ما تجبدش من اللاواعي اللي فيه. نعم. دي كاباسيتي إليميتي. نعم. عندنا طاقات غير محدوده، وثم ناس دي سومنامبول يقوموا في الليل ما يعملوهمش الحاجات هذوما في النهار، يقوموا في الليل ما يفيقوش برواحهم ويعملوا ابداعات، يعملوا دي تابلو دو يرسموا في الليل، يرسموا في الليل، يعملوا موسيقى في الليل، ويقوموا الصباح يقول مش انا عملت. علاش؟ من الفلتر هذاك، الفلتر يقول لك لا انت ما تنجمش. والفلتر هذاك تعمل من البرمجه اللي تعملت من الاول الانسان كي بدا صفحه بيضاء افور يا مزور. كيما الانسان يقول لك انا حياتي كامله نرقد بكري ما بدلش مواعيدي، انا حياتي كامله ناكل لك الحاجه هذيك هكا، انا حياتي تقول له انت جرب. كيما ساعات يجيك انسان يقول لك انا ما ناكلش مثلا منعش، انا يقول لك السلطه دائما ما ناكلهاش، تقول له انت عليه يقول لك خاطر عمري ما ذقتها انت قبل، تقول له لا اللي مبرمج عقله هكا. ساعات احنا تربينا حاجات امي ما تحبهاش ما تدخلش داري ما ناكلهاش، لكن كي تقول انت جرب وبعد بكش تعجبك مره واثنين، انت مش دي حاجه. ولا انسان يقول لك ماشي للبقعه الفلانيه فجاه يلقى روحه في الفلان في البقعه الفلانيه والفلانيه، معناتها بدل هو مبرمج منه اسكو في الحاله هذيا، يقول لك انا اليوم مبرمجه ماشيه للبقعه الفلانيه، وفجاه طلعوا لي حاجات بعد يقول لك هذا من العكس اليوم. يا هل ترى يتغلب عليك العكس، يعمل روحه ما في بالوش ويمشي يقضي قضيته اللي هو مبرمج لها كيما نقولوا من البارح، ولا يقول لك باهي نخلي هذيك الغدوه وخا نشوف تو واش باش نعمل. ولا في الحاله هذه مثلا دي اغلب الحاجات تصير لنا. شوف الانسان اللي مشى في طريق وقع روحه ماهوش ناجح في الطريق هذيك، من المستحسن يبدل الطريقه. اذا يحب يبدل الريزولتا لازم يبدل الطريقه. اول حاجه يرجع في ذاته ويقول انا قررت باش نبدل طريقتي في الحياة. إذا كان أنت وصلت في بلاصة ما فيهاش حتى معناتها حتى مخرج، بدل الطريقة، خاطر كي باش تستعمل نفس الطريقة اللي الريتوال نتاعك لي فيو شيما راك باش توصل لنفس النتيجة. أول حاجة الإنسان يعيد البرمجة اللاواعي نتاعو بتسمى بالشونجمون دو مود دانتيسيباسيون. بدل كلامك مع ذاتك. تقول انا ما نجمش، قول انا نجم. الانسان معناتها التاويلات ما يمشيش للسلبي. لاحظ على روح الانسان ديما يأول بالسلبي، يمشي للحاجات الباهيه، يبدل كلامه في الباهي، يعطي ثقه في نفسه ويقول انا عندي ثقه في نفسي. خاطر العقل اللاواعي قدام المرايه ويخاطب روحه اونتر سي ان اكزرسيس بارمي التمرين هذايا الكوتشينغ. هو هذا تابع الكوتشينغ والهيبنوثيرابي هما زوز طرق يتكاملوا. الكوتشينغ هو انت تاخذ روحك كون شارج وتعيد البرمجه نتاعك وحدك. نوريك انا نعطيك دي زيكزارسيس من اللي تقوم الصباح شنو اللي تقول، في النهار كيفاش تعدي النهار، في الليل قبل ما ترقد تعطيه ان بروغرام باش يخدم عليه، خاطر الليله كامله السبكونسيون يتعدى يخدم ويعمل كل ما هو ممكن باش يحقق اللي انت حاجتك به واللي البروغرام اللي عطيته له، سواء كان فيزيكمون سواء كان معناتها في الكون. خاطر لو سبكونسيون اللي هو فيه الروح ولا اللي هو الروح يمشي في الكون ويجبد لك، يمشي في البدن ويمشي في الكون كذلك. باهي نعملوا انا استغليت الوقت حبيت ناخذ من كلامك اكثر معلومات، اما نعملوا حتى غنائيه صباح فخري ممكن حتى هكا شويه للمستمعين، وبعد نرجعوا تقدم لنا الامراض اللي نجموا نعالجوها معناها بالطريقه هذه بعلم الايحاء.
جنينة يلا اكيد عملتوا كيف مع الاغنيه هذه. نحب نحيي الاخوين سي ابراهيم وسي هشام كذلك في الاستماع لينا، كذلك نور وصابرين وجيهان وسلمى، نحب نحييهم برشا. زهيره زاده اللي قاعدين يسمعوا فينا الان. زميله فاطمه عبارة تقول لي برشا مكالمات هاتفيه، هكا العلم صعيب ومش صعيب. زميل محمد يقول لي فهمتوا ونحب حاجات اعمق، لانه كل حاله يا محمد تتطلب تشخيص. هذاك علاش يلزمنا كل حاله نعرفوا كيفاش نشخصوها باش نعرفوا شنو نقدموا لها. لكن احنا توا باش نحكيوا على الامراض اللي نجموا نعالجوهم ونحاولوا نفيدوكم قدر الامكان. من زميله فاطمه تقول لي فما تليفون، يظهر لي ناخذ تليفون قبل. نذكر انه وظيفتي سلمى كارا هيبنوثيرابيوت، هي في المجال هذا التداوي ولا العلاج بالايحاء. مرحبا. الو مرحبا بك سيدي. عايشك اخت وداد، مساء الخير وتحيه ليك وتحيه يعيشك. مساء النور. موظفي الاذاعه الوطنيه ولا كل اوفيائها. يعيشك سي عبد الحكيم. مرحبا بك سي عبد الحكيم. يعيشك سي عبد الحكيم. شنو سؤالك؟ حبيت نحيي الضيفه دكتوره. يعيشك. مرحبا بك انت سيدة. وحبيت ان نعرف ما هو الفرق بين التنميه البشريه وبين العلاج بالايحاء. باعتبار اني انا شخصيا لا اعترف بالمستحيل وكنت دائما ايجابيا واريد ان اعرف الفرق بين هذا وذاك. سيدي مرحبا بك. نحبوا احنا الناس يكونوا هكا كيف كنت ايجابيين ديما. تفضل. بون التنميه البشريه اي نحي الكاسكا هذاك فقط انك سمعت. تفضل. التنميه البشريه تعاون الانسان باش يكتشف اللي هو معناتها خاطر ثم مراحل. هذه مرحله اوليه. المرحله الاولى اللاوعي باللاوعي، لانكونسيونس دو لانكومبيتونس، اللاوعي باللاوعي. معناتها انسان هوني يلقى روحه في مشاكل، في دي كونفلي، في قلق، في ستريس، ثم اعراض تظهر عليه في صوره تعب، ارهاق غير مبرر، برشا حاجات، ويقول علاش انا هكا، علاش الدنيا صعيبه عليا، علاش هوني ماهوش واعي بذاته، اللي هو ماهوش واعي. لانكونسيونس دو لانكومبيتونس. التنميه البشريه هي مرحله تخلي الانسان يعرف روحه اللي هو il est inconscient، يولي il est conscient de son incompétence، واعي اللي هو غير واعي. نعم. وهي أول مرحلة أساسية باش الإنسان يولي il s'applique à la loi de l'intention اللي هي قانون النية، باش يولي يلوش كيفاش يولي واعي وكيفاش يبدل حياته. نعم. اللي هي يولي درجة الوعي باللاوعي. التنمية البشرية هي المرحلة الأولى، ثم نمر للمرحلة الثانية اللي هي العلاج بالإيحاء. باهي ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا. الو عسلامة اختي. مرحبا بك سي فوزي. مرحبا بك. عايشك بارك الله فيك. عايشك. تفضل سي فوزي. شو سؤالك؟ ونرحب بك ونرحب بالسادة المستمعين وبالدكتورة. يعيشك يا ربي. تفضل. عايشك بارك الله فيك. اختي وداد، بالنسبه لي انا نخدم في السينما في المدارس الابتدائيه. اي في كما كانت تحكي تو الدكتوره، في الوعي نتاعي والفكره اللي استنبطتها انا اكثر من 20 سنه، اللي انا في العروض السينمائيه في المدارس الابتدائيه قاعد نعلم في الصغار في القراءه المسترسله. تقول انت السينما اطفال وفيه قراءه مسترسله. نعم اختي وداد. اي الفكره استنبطتها انا من تلمون نتعامل برشا مع الصغار،
والصغار ناقصين برشا في ربط الكلمات وربط الحروف. اي في فيلم، ومن خلال السوتيتراج هذاك نعلمهم في وسط العرض، نعلمهم القراءة المسترسلة. الفكرة هذه مشات وكبرت معايا. انا مانيش نحكي على روحي، اما نحكي على الفكرة اللي انا استنبطتها وعايشة معايا توا. انا وعمري 48 عام. اي الصغيرات كل صغير يحضر في عرض عندي في السينما يتفرج في فيلم وميم طون يخرج بإفادة كبيرة 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 ياسر. نعم. هذه تكلمت برشا في الإذاعات، حكيت في الإذاعة الثقافية، حكيت مع الأخت انتصار المانع في الإذاعة الوطنية زميلتنا. أي والكل بقات الفكرة. أنا ثبت لي في آلام مش نحكي مرضين، راهو آلام اللي أنا موجوع على الصغيرات. وسي مراد البجاوي يرحم والديك ووالديه انسان اديب وصحافي ومثقف زميلنا يتكلم على المطالعه. انا نحب الفكره هذه اختي العزيزه، ما عندي حتى غايه. وترجع للبرامج نعطيك الدات ونعطيك كل شيء وترجع اش تكلمت انا. موجوع على الصغيرات لانه فما اهمال في المطالعه وفي القراءه المسترسله اللي تجيب لنا قراءه مسترسله ثم كتابه مسترسله ثم يولي قوي في الانتاج الكتابي. الوجيعه هذه خلات الصغيرات ما يقراوش، لانه العالم الافتراضي وما ادراك من الانترنت بعدتهم على التواصل وبعدتهم على كذا. انا الفكره تو اللي حبيت باش نشاور فيها الدكتوره. نرى ثم شكون في بلادنا احنا في تونس الجميله وتونس الشعب وحتى الاطفال رانا متثقفين وواعيين. ثم شكون يجي ويرسخها الفكره هذه، يرسخها في المنهج التربوي نتاعنا في تونس. يولي من خلال السينما الأطفال، علموا الأطفال وهم يلعبون، نعلموهم وهم يتفرجوا فيلم. تفهم فيا أختي وديك دكتورة؟ وصلت معلومتك سي فوزي. أتوت تجاوبنا. مشكور أنت على المجهودات اللي قاعد تقوم بها. بارك الله فيك. صحيح كلامك. الأطفال نجموا نعلموهم على طريق القصص وعلى طريق الافلام الكرتونيه. ما نعلموهمش لا فيولونس، من نجموا سي سكون ابل ما نسميوها في علم الايحاء بالميتافور. لا ميتافور هي القصه اللي من خلالها تحب توصل معلومه لصغيرك. الميتافور نجم تكون في السينما، نجم تكون في قصات، نجم تكون والصغار معناتها يتبرمجوا بطريقة سريعة جدا، لأن عندهم ما عندهمش دي جوجمون، عندهم معناتها ما عندهمش ليغو، ما عندهمش لي جوجمون، في ساعة يتبرمجوا. وأنا معناتها نقول ونقترح سيدا كونه الصغيرات حتى في المدارس يدخلوا المادة نتاع التنمية البشرية وباش يعلموهم برشا حاجات بما فيها القراءة السريعة والقراءة التصويرية وبما فيها من الخرائط الذهنية وطرق تخليهم معناتها تسهل عليهم القرايه وتحل لهم المجالات نتاع اللاواعي اللي فيه. كل انسان عنده رساله في الكون، متحضر للرساله هذه وباش يكتشفوا رساله الحياه وباش ينجموا يكون ما عندهمش حدود. نعم، برشا مهمشين قطاع الطفولة، لكن هو قطاع الطفولة هو الأسس معناها الأولى لحياتنا. هو الباز. الطفل هو معناتها هو الشخص اللي باش يتحضر باش يكون لادولت باش تملاه. نعم، باش تملاه الشخص اللي باش يكون أجيال، اللي باش يربي هو بيدو صغيرات، اللي باش يخرج للحياة شكونه. نعم. به نمشيو سيدة سلمى كارا لو تسمح باش نحكيو على الأمراض اللي نجموا، خاطر مازلنا درجين توا الأمراض اللي نجموا نعالجوهم. نبداو. نحب نحكي من الأول على الأعراض اللي يظهر علينا في حياتنا، كيفاش نعرفوا معناتها الإنسان كيفاش يعرف روح الانسان اللي هو متقلق ومش عادي وما عندوش اعراض على الجسم نتاعو. الانسان يحس روحه تعب، يحس روحه مرهق دي فوا من غير مبرر، يحس روحه حتى في الصباح. ما احنا نقولوا كورباتيو هكا معناتها ما ينجمش يقول لك انا قمت في الصباح تعب. هو وليد صغير توا عمره 8 سنين يقول لك انا تعب معناتها ثم إذا يحس روحه ثقيل جسديا. هذه حاجة معناتها إفراط في الغضب. الإنسان يبير لو كونترول، أقل حاجة تشنجو، يولي تشنجو، يولي عيط، ما عادش عنده معناتها كونترول على روحه. تلقاه دي فوا حتى معناتها قلق من روحه. نعم. ويخرج باش يعمل معناتها مشروع ولا يعمل حاجة يلقى روحه ما ينجمش يتدفق، معناتها ما عندوش طاقة التدفق. نعم. في اللاواعي نتاعو باش يجبد منه الأفكار وباش يجبد منه الحكم اللي
الموجوده فينا دون لو كوتي سبيريتويل. نعم به. زادا يظهر على شكل ستريس انكسيتي كما قلت، سمنه، اوبيزيتي، ومشاكل مختلفه. ثم امراض جلديه، دي مالادي بسيكوسوماتيك كيما الصفرة مثلا، كيما الصفرة، البسوريازيس، كيما ساعات يقولوا تخرج وترجع صفرة شايحة هذيك مثلا. يقول لك وقت اللي نتنرفز يتزاد لي حكين في لحمي، حبوب ساعات تطلع من غير فوالا هو من غير سبب يقول لك، وغيرها دي مالادي بسيكوسوماتيك. ثم entre autres كيما قلت لك لو ستريس et l'anxiété, le manque de confiance, الانسان الارق il peut pas avancer dans sa vie، ما ينجمش يحقق الاهداف نتاعو، وبرشا حاجات اخرى. هوني معناتها احنا ونجموا حتى الولاده بدون الام كذلك، نوصلوا حتى اي لانسومني، لانكسيتي، لو ستريس، لا ديبرسيون، نوقفوا لو تابا، اون في الايقاف عن التدخين، الاقلاع عن التدخين، على الدروغ الكل، على اي حاجه مخدرات لازم تكون معناتها on renforce l'estime de soi، الثقه في النفس. On augmente la motivation personnelle, on améliore les performances sportives. Les sportifs اللي يحبوا يزيدوا يقويوا les performances عزيمتهم les performances رياضيين، كما قلنا les troubles alimentaires، لازم les allergies، الحساسية، la boulimie، les phobies، les agoraphobies، la dyslexie، الفوبيا معروفين معناتها، سامحوني بالسوري لأنهم هذوما ديسلكسي، لو بيغيمون، توكويك، كل ما هو معناتها لربما معناتها في الطب نتاعنا ما يلقاولوش يقولوا. نعم، معناتها هذا مش دواء، هذا تمارين. على خاطر شنو هو السبب في الأمراض هذه؟ اللي كان سبب في الأمراض هو اللي يداوي. الحالة النفسية هي كانت سبب. ويقول لك مرض نفساني بسيكوسوماتيك، ثم معلومة دخلت للمخ خليت الحالة هذه تخرج. المعلومة هذه لازم تتبدل. أنا تعبت، أنا ما عنديش ثقة في روحي، أنا فدي، هوني أنا نعطيك، نبوستي لك الثقة. فما تنمية الذاكرة مثلا، تنمية الذاكرة، كونك معناتها تخلي الإنسان يعطي ثقة في الروح، لو كوتي سبيريتويل، لو كوتي ام، لو كوتي سوبكونسيون، تفهموا. ينحي الفلتر هذاك لي زوبستاكل اللي خلوها يحدوا من الوعي نتاعو. فما ناس أكيد بتسمع فيك تقول لك بربي أنا مسويل وانا ما عنديش، وانت تقول لي تو تحكي لي في الحكايه هذيا مثلا. فما ناس هكا قلت انا ما عنديش فلوس، ما عنديش كما تقول انت تنسى، ما عندها سلبي هكا يبدا هكا، وانت تقولوا تحكي لي في حكايه، نحب حكايه ملموس. عطينا تمرين بسيط مش طويل خاطر ما عادش عندنا وقت، 5 دقائق ينجم يخلي الانسان هكا ينجم يمارسوه توا ويعرف معناها مدى فاعليته. الإنسان يزمو يعرف أي يزمو يعرف اللي راهو أهم حاجة يركز على اللي عنده، باش الانرجي نتاعو تطلع، يركز على اللي عنده ويخطط للي ما عندوش. هذه أول الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه لاقيا قوت يومي فقد حاز خير الدنيا والآخرة. هون الإنسان يركز، ساسابيل لا بلين كونسيونس. انت تعمل في حاجه ركز على الحاجه، ركز على النعم، على خاطر كي تركز على النعم جهاز المناعه يولي يخدم. شنو هو اللي يخلي الانسان يمرض؟ هو لو ستريس لانكسيتي. شنو هو لو ستريس؟ لو ستريس هو الخوف من المستقبل، لانكسيتي هي الندم على الماضي. عيش اللحظه واحمد ربي على اللي عندك، الانرجي نتاعك تطلع، جهاز المناعه نتاعك يخدم، الامراض تتنحى. نعم. هذه بالنسبه للامراض هذه عندها علاقه بالتغذيه. entre autres oui une alimentation équilibrée عندها قيمه. الانسان يحاول باش ياخذ ان بتي ديجيني كوبيو، ماذا بيه ياخذ فطور الصباح، يشرب برشا ماء، 3 لترات ماء في النهار، خاطر احنا ما تعلمنيش نتنفسوا. يتنفس تنفس ضغوط، تنفس من البطن، يتعلم يتنفس. نجم فما تمرين يتنفس وهو على فرشه قبل ما يرقد، وفما الصباح دوبا ما يقوم على الاقل هذا ربحنا شويه وقت واحنا في الفرش. الانسان يبعد على ستريس، ينقص عليه ستريس لانكسيتي. شرب الماء على الخوات، بيت تبوسه ماء بحذاك، تحاول باش تشرب الماكسيموم
حمام الصباح، خاطر الماء هذاك ديزانتوكسيك البدن ويطلع هو بيدو الاكسجين للمخ. يبعد على لي شويه انا نقول لي فيوند روج، خاطر يمشي للاسماك، ينظم الحمله بصفه عامه ياكل لي فروي سيك الصباح نايين، مش مقليين مش مقلي. انا دو بريفيرونس معناتها ما نحبش كون يكون مقلي لانه ينقص من قيمته. فوالا ينظم ماكلته وسورتو ما يتعشاش في الليل ويرقد، خاطر اوتوماتيكمون معناتها ولو انه العشاء حتى توا هذيك فين العيله تتلم. سيدة سلمى اللي بداو يقراوا يقوم يقول الحمد لله يا ربي قمت لاباس، صحتي لاباس، سي با ان دروا كي ثم ناس ترقد وتقوم ما تنجمش تقوم على ساقيها، يا ربي ملك الحمد لله والشكر، ويعدي النهار يحمد في ربي، حياته كامله تتبدل. نعم. اي فكره سلبيه يبدلها، ويحل الشباك الصباح يقول الحمد لله لينا في تونس على الاقل فما شمس. خلقني نعم. قاعد يطول لي في ضوافري ويطول لي في شعري ومعدتي تخدم، ولو كان تصير فينا اقل كان شوف الانسان شو يصير فيه. مادام هو متوكل عليه وقاعد ماشي انا في الطريق هذا سيكو ثم يعمل اللي عليه، ما قلتش ما يستسلمش، يركز على اللي عنده ويخطط للي ما عندوش. باهي ساعات الانسان يقلق من روحه هكا، من شنو في داره، من المحيط به هكا، شنو يلزم يعمل؟ يجدد، يقول لك انا كل يوم نغزل نفس الخزانه نفس الحاجه، يبدل الالوان، تاثير الالوان فما عنده دخل. السعاده هي حاله داخليه. لو بونور سي ان ايتا دام qui ne dépend pas de l'extérieur. الاشخاص اللي برا يتبدلوا والحياه تتبدل وفيها لي ولي با. اذا كان انت تعلمت معناتها عندك قناعه وايمان معناتها وتعلمت اللي انت فرحان، تتعلم كيفاش تكون فرحان من داخل، كيلكو سوا الحاجات اللي برا ما يمثلولكش ليتا دام نتاعك هذا. لازم الانسان يتعلم يقبل ويركز ويحاول باش يخطط. نعم، هذه حاجه، هذوما زوج حاجات مهمين جدا. اذا كان انت ثم حاجه مش عجبتك ساعه ركز على اللي عندك، طلع الانرجي نتاعك باش تنجم تشوف انت الفرص اللي تتعدى في الحياه، باش نجم انت تخرج من الدائره لو سيركل فيسيو نتاع لو ستريس لونكسيتي. خليك ما تشوفش اوبجيكتيفمون لا سيتواسيون نتاعك داخل في وسط دائره، اخرج منها باش تنجم تشوف كليرمون، تمشي كي تعامل روحك بمحبة، تمشي لجانب الحكمة في الروح. نعم. لو كوتي سبيريتويل فيه الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هوني ليكليبر يخليك tu vois clair في السيتواسيون وفي العباد. اي نعم، التوازن هو اهم حاجه، يدل في كل شيء، في الافكار، في الغذاء، في الروح، في النفسيه، في التعامل، في قناعتنا بانفسنا. اي نعم. شكرا لك سيده سلمى كارا انو ثيرابيوت، كنت معنا كوتش دو في ومدربه حياه، على الافكار اللي قدمتها لنا اليوم فيما يخص العلاج بالايحاء اللي قلنا اللي هو علم قديم برشا، معناتها حتى يوناني، رجعنا حتى التاريخ شويه. شكرا لك وان شاء الله الافاده ان شاء الله نكون نفعتكم. يعيشك. الإذاعة التونسية، صوتكم الذي حررتموه.